السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ هنا. كل سنة وانتم طيبين وبخير، يا رب يعيد عليكم الأيام وانتم في أحسن حال. طبعا شم النسيم قرب وعايزين نعمل شوية حاجات كده. هنخلي النهاردة بسارية. بصوا يعني مش قادرة اوصف جمالها. بصوا هي شكلها كده في الفيديو كده. بعد ما اتخللت بعد 3 ايام ما بتاخدش وقت. سهلة جدا وطعمها جميل جدا جدا. واي حد يقدر يعملها، بس امشوا على الوصفات، يعني امشوا على الوصفة والتركات اللي انا بقولها في الفيديو، هتطلعوا احلى بسارية. ما بتاخدش وقت، بتتخلل في خلال 3 ايام بس، بتفتحي عليها بعد 3 ايام. يعني تقدري تعمليها دلوقتي، تقدري تعمليها قبل شم النسيم ب3 ايام. بصوا الجمال. بصوا سهلة جدا. بعد ما تخللت كده، يعني انا فتحت عليها بعد 3 ايام. بصوا طرية جدا. بنشيل الراس بايدينا، سهلة. وبنسحب كده الشوكة اللي هي او سلسلة الظهر. بتخرج بالاحشاء كده بتاعتها، بسيطة جدا. وبصوا طريقة ازاي بتبقى جميلة جدا. بنعصر عليها ليمون وزيت ونحط عليها زيت. وكلي بقى وعيشي بقى بجد يعني. اكتر من رائعة. تعالوا بقى مع بعض نشوف كده الجمال ده. احنا هنعمله ازاي. وكل سنة وانتم طيبين. الطبق ده عايز لواحد وعشر ترغيفة يعني. اولا البسارية احنا بنجيبها تبقى صبحة بالشكل ده، بتلمع زي ما انتم شايفين. ماسكة نفسها وجامدة، وعينيها فيها لمعة كده. بصوا شايفين. فاهم حاجة انها تبقى فريش وتبقى صبحة. ده نص كيلو. هنشوف بقى هنعمل ايه. بداية هنحط البسارية في مصفى. هنحط تحتها طبق فيه مية. زي ما انتم شايفين كده. هفضل ايه، اغطس البسارية كده في طبق المية واغير المية وهكذا لحد ايه. احنا كده بنعمل لها عملية غسيل. بالراحة علشان هي يعني حساسة جدا فبتتهري. فبالراحة هننزل المصفى في المية كده لغاية، ونفضل نغير المية كل ما نلاقي المية اتغيرت لحد ما المية تصفى وتبقى نظيفة. كده البسارية اتغسلت. هنسيبها بقى في المصفى دي 24 ساعة، ليلة كاملة. نحط تحتها طبق تنزل كل المية اللي فيها. أهم حاجة إن ما يبقاش فيها نقطة مية. لو فيها مية هتعفن في التخليل. كده البسارية اهي. انا كده يعني حطيتها في التلاجة لمدة 24 ساعة. تحتيها طبق جفت خالص من المية. كمان زيادة تأكيد بجيب ورقة كلينكس وبمسح عليها كده عشان اتأكد ان ما فيهاش مية. تمام كده. كده جهزنا البسارية للتخليل. يلا بقى تعالوا نشوف مع بعض هنعمل محلول التخليل بتاعها ازاي. اهم حاجة زي ما قلت المية المية المية. اهم حاجة المية ما تبقاش موجودة وتبقى البسارية جاف. هنبتدي نحط بقى في بولة كده او في طبق. بصوا كيلو البسارية بياخد 3 معالق ملح كبار من بتاعة الاكل. طبعا ده نص كيلو، فانا هحط له معلقة ونص. فاحفظي المقادير عشان تطلعيها مظبوطة وما تبقاش حادقة معاكي وتتعب، وتعلي الضغط وتبقى تعمل مشاكل. ومعلقة شطة صغيرة. ومعلقة بابريكا صغيرة. دي بابريكا اهي. ونص معلقة كركم صغيرة. الكركم بيديها تست وطعم حلو. مش عايزة تحطيه ما تحطيهوش، بس انا بحب طعم الكركم. وفي نفس الوقت هو بيعتبر مادة حافظة. هنقلب المكونات دي كلها كده مع بعض كويس جدا. وهنحط لل للتوابل دي او الملح ده ربع كوباية زيت. لو كيلو بسارية هنحط نص كوباية زيت. وهنضاعف المقادير التوابل، الملح والبابريكا والحاجات اللي احنا حطيناها هنضاعفها لو الكمية كيلو بسارية. تمام كده. هنقلب كده كله كويس مع بعض. وهنبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. ابص انا كده بشوف الحدق بتاع البسارية كده مظبوط جدا. معلقة ونص على نص كيلو وثلاث معالق على الكيلو. تمام. هناخد بقى كده من المحلول ده ايه. هنحط على البسارية وهنقلبها كويس جدا، بس بحرص برضو علشان ايه. هي الطرية بتبقى حساسة بالشكل ده. هتبلها كده كلها بالمحلول اللي احنا عملناه. وهبتدي احطها في برطمان.
بصوا طبعا هو البرطمان طلع كبير شويه، بس انا يعني خلاص بقى، يعني ايه، ما رضيتش انقلها في برطمان تاني، هي مش هيجرى لها حاجه يعني. ابتدي بقى احطها في البرطمان كده اي حاجه. بصوا عشان هي بتبقى طريه، فطبعا بطنها بتبقى ضعيفه، ممكن هتلاقي الاحشاء بتاعتها خارجه، ما فيش مشكله يعني. احنا كده كده قبل ما نيجي ناكلها هننضفها. تمام. نشوف بقى احنا هنعمل ايه. هنجيب برطمان كده ازاز، يكون معقم ونضيف. هحط فيه معلقة من المحلول اللي انا عاملاه بتاع البسارية، وابتدي اعبي البسارية كلها في البرطمان ده. اهم حاجة البرطمان يكون محكم الغلق، يعني برطمان يعني متحطيش في حاجة يكون ممكن يدخل لها هواء عشان ما تفسدش. تمام كده. هناخد كل البسارية ونحطها في البرطمان. انا عايزه اقول لكم ان ريحتها حلوه جدا جدا، ما فيهاش ريحه زفاره، ما فيهاش ريحه غير يعني مستحبه، ما فيهاش ريحه منفره، بالعكس جميله جدا. بقيت بقى يعني انا بسيب شويه من المحلول كده، بحطهم ايه على البسارية وهي على وش البرطمان يعني. اقلب كويس، بقلب كويس. انا هقفل البرطمان وبرجها كويس. معلش هنا كده انضف الرخامة بس عشان الزيت اتقلب مني شوية وانا بعبيه، زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا، افضل بقى ايه، انا رجيتها كويس وهسيبها بقى لمدة ايه، لمدة 3 ايام. هنا نسيت في حاجة، نسيت اقولها، ان انا بحط شريحتين ليمون كده. الليمون برضو مادة حافظة، وورقتين لورا، ورقتين ورق لورا. وبعد كده بقفل البرطمان كويس جدا جدا، اتأكد ان البرطمان محكم الغلق ما بيدخلوش هوا. وهنسيبها لمدة 3 ايام. انتوا بعد 3 يعني على اخر النهار، لو انت عاملاها الصبح على اخر النهار في نفس اليوم، هتلاقيها نزلت مية، المية بتاعتها اللي هي بتتخلل فيها، بالظبط كده زي الفسيخ كده بالظبط اهي. وهنركنها بقى لمدة 3 ايام، بقول لكم 3 ايام هنا. وبعد 3 ايام طلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا احنا شفنا اول الفيديو لما فتحنا واحدة ازاي كانت طرية وجميلة. بننضفها كلها، بنشيل الراس وبنشيل الأحشاء وبتتفتح، وبنشيل سلسلة الظهر الشوكة، وبنرصها في طبق، بنعصر عليها ليمون وزيت زي الفسيخ كده بالظبط. يا رب تجربوها. وشم النسيم جاي، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في وصفة جديدة من وصفات هنا. باي باي.